السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل، يا صباح الفل، حسب ما بتشوفوا الفيديو يا حبايب قلب ماجي النهاردة هتعمل حاجة حلوة بطريقة سهلة وكمان اقتصادية، وكمان كل محتوياتها هتلاقوها في البيت عندكم ومش مكلفة خالص. تعالي بقى يا حبيبة قلبي، هاتي حلة صغيرة حطيها على النار او كسرولة يعني، وانزلي فيها بمعيار كوباية سكر وكوباية مية. وهنا هخليهم بس يدوبوا كده يفكوا، مش اكتر من كده، ولا هحط لهم ليمون ولا عايزاه يتقل ولا اي حاجة خالص. هجيب بقى يا حبيبة قلبي السميد، عارفة السميد احنا بنجيبه من عند العطار. السميد يعني ايه؟ لا هو ناعم ولا هو خشن، السميد العادي يعني. وهجيب صينية احطها على النار وانزل فيها بمعلقة سمنة زبدة حسب ما يكون عندك. هتنزلي بمعلقة حلوة كده وهتحطي السميد عليها وتقلبي بقى يا قلبي. هتفضلي تقلبي على نار هادية كده، بعد يعني ايه، بعد شوية كده في الاول كده تبقى النار عالية وبعد كده توطي عليها وتفضلي تقلبي لغاية ما يوصل للدرجة دي. وهنزل بقى بالشربات اللي انا عملته هنا. الشربات معلش غامق شوية عشان ده كان سكر تموين، بس مش هيفرق معانا في الحاجة الحلوة اللي هنعملها النهاردة. وبعد ما نزلت بالشربات هنزل كمان بكوباية لبن، وهفضل بقى يا قلبي اقلب فيها زي ما انت شايفة كده، عايمة في اللبن وعايمة بتبلبط يعني وفي الشربات هفضل اقلب فيها كده لغاية ما تتشرب. بصي بتبتدي بقى تتقل ازاي، تتشرب وتتقل بقى. عارفين حلاوة الدقيق بتاعتنا بتاعت امي وامك، وهي نفسها كده. عارفة الحلويات الحلوة بتاعت زمان دي هي زيها كده، وزي ما انت شايفة بصي بقت زي العجينة كده بقت هي تمام. بصي بتتلم معايا وزي الفل كده كده تمام. هجيب بقى يا قلبي صينية تمام، وهبتدي افرد العجينة اللي انا عملتها دي في الصينية. انا هنا الصينية انا مرققاها، عايزة الصينية اقل من دي حطي فيها، يعني الصينية دي 28، لو عايزة 26 هاتي يا قلبي حسب السمك اللي انت عايزاه. وهجيب بقى هركنها على جنب. هجيب بقى كسرولة وهنزل فيها بكوبايتين لبن، والسكر هنا حسب رغبتك. انا حطيت هنا زي ربع كوباية صغيرة، وهنزل ب3 معالق نشا وهقلبهم يا قلبي كده. طبعا كل ده على البارد قبل ما تولعي النار عليه. وهتكون عندك حتة قشطة كده حلوة في التلاجة بتاعت لبن، حطيها بردك. ان هنا عايزين نخلي ايه يعني تبقى دسمة كده حلوة. وهتفضل بقى على النار لغاية ما تغلي يا قلبي وتدي قوام التقيل اللي انت شايفاه ده. وهنزل بقى بنقطة فانيليا وهقلبها تقليبة واطفي عليها. هجيبها بقى يا قلبي واحطها على الوش زي ما انت شايفة كده، هوزعها على وش الصينية. عايزة اقول لكم الوصفة دي سهلة جدا وحلوة جدا ومش مكلفة خالص. بصي بصي بصي، هتفرديها بقى كده يا قلبي وهتسيبيها زي اما تبرد بقى، تسيبيها في التلاجة مش اكتر من ربع ساعة. طلعتها وزينتها زي ما انتوا شايفين وقطعتها، وبصوا الجمال، روعة روعة، طعمها مش قادرة اقول لكم تحفة بجد، تحفة، هتعجبكم جدا والولاد كمان هتعجبهم. والف هنا وشفا حبايبي على قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.